السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم حبايب قلبي باختصار شديد للغاية. الموضوع في غاية الجربعة، الموضوع وصل لأعلى ليفل للضحك دون أدنى شك. من أول رئيس نادي أحد اللي قالك اتفضل مش لك ببلاش وهدفع لك كمان نص راتبه، وانت عملت فيها السيد، عملت فيها السبع رجاله ببعض. ترجع كام شهر لورا بوظت صفقه بن شرقي وقفلتها ضبه ومفتاح بسبب $100,000 فقط. قال لك انا موافق على $900,000. لاعب انت عارف قدراته وعارف كمان امكانياته، فاز معاك ببطولات وجمهورك عايزه وانت محتاجه داخل التيم. قفلتها ضبه ومفتاح وجاي النهارده بتدفع $700,000 لاعب اساسا انت ما تعرفش اصله من فصله، جايب مشلاك وهو ملوش اي صنف العازه، لعيب ما بيعرفش الكوره مدوره ولا مربعه، عربيه نقل محمله علامات استفهام وصفار، مشلاك. وقعد معاك امبارح وضيع عليك اليوم كامل في اخر يوم في القيد وقال لك لا انا مش ماشي، وصحيت الصبح لقيته فسخ التعاقد، لبسك العمه بالمعنى الحرفي من الاخر دون ادنى شك. المجلس كله ملط، المجلس كله ملط والمجلس كله ملطوط. ال 12 راجل، ال 12 راجل اللي تحت السن واللي فوق السن كمان كلهم دون ادنى شك. والغريب كمان ان هم صدرونا لناس تانية وشربونا الوهم. حاجه غريبه، محدش يقول لي احمد سليمان ولا حد يقول لي حسين السيد، لا، حسين باشا لبيب. حسين باشا لبيب هو المسؤول الاول والاخير قدامي عن اي فشل، وهو اللي بيتحمل النسبه الاكبر من وجهه نظر الشخصيه. اللي كان بيدعم المجلس، وبالمناسبة أنا كنت واحد منهم، ودلوقتي ساكت وشايف، شايف وساكت من وجهة نظر الشخصية، خاين ملهاش أي وصف تاني. ما عنديش ثقة في المجلس، ما عنديش ثقة في فريق الكورة غير كام اسم معدودين على الصوابع فقط نهائيا. ولكن عندي ثقة كبيرة قوي إن اللي معاه جمهور نادي الزمالك العظيم ما بيستسلمش، حتى لو وقع ليه 1000 قومة كمان. ويا زمالك يا ما دقت على الراس طبول، على العهد احنا لسه باقيين. تحيا الحياة إذا كانت جوارك يا زمالك يا عظيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم حبايب قلبي باختصار شديد للغاية. الموضوع في غاية الجربعة، الموضوع وصل لأعلى ليفل للضحك دون أدنى شك. من أول رئيس نادي أحد اللي قالك اتفضل مش لك ببلاش وهدفع لك كمان نص راتبه، وانت عملت فيها السيد، عملت فيها السبع رجاله ببعض. ترجع كام شهر لورا بوظت صفقه بن شرقي وقفلتها ضبه ومفتاح بسبب $100,000 فقط. قال لك انا موافق على $900,000. لاعب انت عارف قدراته وعارف كمان امكانياته، فاز معاك ببطولات وجمهورك عايزه وانت محتاجه داخل التيم. قفلتها ضبه ومفتاح وجاي النهارده بتدفع $700,000 لاعب اساسا انت ما تعرفش اصله من فصله، جايب مشلاك وهو ملوش اي صنف العازه، لعيب ما بيعرفش الكوره مدوره ولا مربعه، عربيه نقل محمله علامات استفهام وصفار، مشلاك. وقعد معاك امبارح وضيع عليك اليوم كامل في اخر يوم في القيد وقال لك لا انا مش ماشي، وصحيت الصبح لقيته فسخ التعاقد، لبسك العمه بالمعنى الحرفي من الاخر دون ادنى شك. المجلس كله ملط، المجلس كله ملط والمجلس كله ملطوط. ال 12 راجل، ال 12 راجل اللي تحت السن واللي فوق السن كمان كلهم دون ادنى شك. والغريب كمان ان هم صدرونا لناس تانية وشربونا الوهم. حاجه غريبه، محدش يقول لي احمد سليمان ولا حد يقول لي حسين السيد، لا، حسين باشا لبيب. حسين باشا لبيب هو المسؤول الاول والاخير قدامي عن اي فشل، وهو اللي بيتحمل النسبه الاكبر من وجهه نظر الشخصيه. اللي كان بيدعم المجلس، وبالمناسبة أنا كنت واحد منهم، ودلوقتي ساكت وشايف، شايف وساكت من وجهة نظر الشخصية، خاين ملهاش أي وصف تاني. ما عنديش ثقة في المجلس، ما عنديش ثقة في فريق الكورة غير كام اسم معدودين على الصوابع فقط نهائيا. ولكن عندي ثقة كبيرة قوي إن اللي معاه جمهور نادي الزمالك العظيم ما بيستسلمش، حتى لو وقع ليه 1000 قومة كمان. ويا زمالك يا ما دقت على الراس طبول، على العهد احنا لسه باقيين. تحيا الحياة إذا كانت جوارك يا زمالك يا عظيم.